يوسف العريمة، نائب قائد مجلس الباب العسكري. نعم، نحن الآن متواجدين بالريف الشرقي لمدينة الباب بقرى العريمة وجبة الحمراء وخطوط الجبهة كامل. نحن متواجدين حاليا فيها. آخر التطورات عم تشهد مدينة الباب فلتان أمني والوضع غير مستقر بمدينة الباب. في فوضى عم تصير بالمدينة، والوضع غير مستقر. طبعا الأهالي المدنية وضع صعب لدرجة في ضحايا مدنية، في أطفال، في نساء راحوا بهالمعارك اللي صارت ضمن الباب، والأهالي عم يطالبوا بخروج هيئة تحرير الشام من منطقة الباب. والأهالي يعني وضعهم مو مستقر أبدا. نعم أثرت، ولكن التأثير الأكثر هو بداخل البلد ضمن مدينة الباب. الآثار صارت على أهالينا المدنيين طبعا، وفي تحركات على ضمن الجبهة كمان. عم يصير تحرك، عم يصير ضرب بالدوشكات بالهاون، أحيانا كمان عم يصير على خطوط الجبهة بشكل كامل. في تعزيزات وفي تحرك، لأنه عم نشاهد أحيانا ضمن القواعد المتواجدة على خطوط الجبهة، نشاهد لهم تحركات وكثافة يعني. طبعا الرفاق جاهزين ومستعدين لأي تصدي للعدوان التركي.